اهلا بيكم في محطة جديدة من محطات رحلة ديجيتال دوكيمنت كنترول. لو ما تعرفنيش فانا اسلام يسري، سيستم ديفلوبر في شركة سيكتورز كونستراكشن، والفيديو ده هنتكلم فيه عن الجانب التطبيقي للجنرال سيت اب داتا في اوتو دوكيومنتيف سوفت وير. ويلا بينا. هنفتح اللوجين فورم وهندخل باكونت الادمنستريتور لان هو المسؤول عن السيت اب. هندخل اليوزر نيم والباسورد واليوزر تايب ونكليك على ساين ان باتون. هتفتح معانا السيت اب اريا، كليك على جنرال سيت اب وبعدها كليك على جنرال سبميتال تايبس. هتفتح معانا all submittal types form، كليك على add submittal type button. الفورم دي بندخل فيها بيانات السبميتال تايب، وكل ما نحب نضيف سبميتال تايب جديد بنمشي بنفس الخطوات. اي سبميتال تايب بنحتاج نسجل 3 بيانات عنه: الكود والنيم والديسكريبشن. الكود وبيكون طبقا للكودينج سيستم اللي موجود في الشركة، والنيم وهو اسم السبميتال تايب، والديسكريبشن هو عبارة عن توصيف بسيط بحيث ان يخلي فيه فهم مشترك ما بين جميع الاطراف الموجودين في الشركة عن ماهية السبميتال تايب ده. ولو خدنا مثال على الشوب دراونج فهيكون الكود بتاعه SD والنيم شوب دراونج، وهيكون التوصيف اي توصيف بسيط يوضح ماهية الشوب دراونج. وبنفس الخطوات هنعمل سيت اب للجنرال ورك تايبس والجنرال جوب تايتلز والجنرال كونستراكشن سبيشاليزيشن مع اختلاف مسمى البيانات زي ما هنشوف كده. أشوفكم في محطة جديدة من محطات رحلة ديجيتال دوكيمنت كنترول مع إسلام يسري. سلام.